إخواني أخواتي متابعيني الأعزاء، أسعد الله أوقاتكم بكل حب وخير وعطاء. اليوم إن شاء الله إحنا بمسار جديد، مغامرة جديدة. إحنا بمسار وادي أوج بالقرب من البحر الميت وبالقرب من مدينة أريحة. مسار وادي أوج يا جماعة مسار لطيف. يبدأ المسار من هنا، ننزل من هون هيك، نمشي هذا المسار ونفوت بين الجبال. المسار مدته من ساعة لساعة ونص. مسار سهل، مسار عائلي مناسب لجميع الأعمار، مش شاق، تقدر تمشي المسار بكل أريحية. والمسار جدا جميل إخواني، مثل ما انتم شايفين الجبال، سبحان الله العلي العظيم. طبعا البحر الميت قبالنا، طبعا هون كمان في عنا مطل. مسار قريب جدا على منطقة القدس. ومن هنا اخواني واعزائي نبدأ معاكم هذا المسار الجديد. المحمية الطبيعية وادي مكوك أوج، ومن هنا نبدأ. طبعا اخواني واعزائي اليوم معاي اخوة اثنين شاركوني بهذا المسار. الام اخوي ابو فيصل واخوي ابو طارق. يسعد مساكم شباب، منورين يا حبايبي. لا احنا بنحكي مسا خلاص اخر 4 ساعة بس. دير بالك خبص. منورين يا حبايبي. لا والله شو كيف شايفين لبداية المسار؟ والله بداية المسار لوز، بس في الترويحة عياط. لا يا زلمة، نحن لها ابو فيصل. هذا بحولة. طبعا الشباب مش شغل مسارات، شغل سواق، فبدنا نعودهم احنا على المسارات للشباب. احنا لسه يا جماعة بأول المسار، في بداية المسار. ان شاء الله يكون سهل علينا. طبعا اخواني المسار هذا فصل الشتاء بدنا نكون متابعين النشرة الجوية. طبعا في عنا تساقط صخور هون، في عنا تحذيرات هون. اذا كان في امطار مناطق القدس، من المفضل انه ما توصلوا المسار قبل ما تفحصوا النشرة الجوية، لانه حصلت هون قبل عدة سنوات حادثة أليمة. شباب، مجموعة من الشباب دخلوا هذا المسار وما كانوا فحصين النشرة الجوية، وصار فيضان، والفيضان سحبهم وجوا طبعا بالهليكوبترات لا قدروا ينقذوهم ويطلعوهم. وما اتوقع انه في 1 أو 2 يتوفوا. وانا راح انزل لكم فيديو عن الحادث اللي صار في هذا الوادي.
اخواني واعزائي في هذا المسار الرائع المشوق. طبعا اكيد يا حبايبي ما تنسونا من الاشتراك بالقناة، تفعلوا زر الجرس ان شاء الله. كل فترة وفترة بنزل لكم مسار جديد. بتمنى كمان تحضروا فيديوهاتي. المسار الاخير اللي عملته بوادي راحة. طبعا بما انه احنا بفصل الشتاء، ليش انا باجي على مسارات البحر الميت؟ مسارات البحر الميت دافية، منطقة معتدلة، مش برد يعني، مش مثل الشمال. لو بدنا نطلع على الشمال، شمال فلسطين، راح تكون الجو هناك شوي برد. فهون الجو معتدل، حلو انك تمشي في المسارات هاي، جميلة ورائعة. طبعا المسار اخواني مثل ما حكيت لكم مش متعب، يعني بتمشي فيه على راحتك، بتقصدر على مهلك، مش داعي تتعب حالك. مهم جدا لهذا المسار طبعا اذا كنت بفصل الصيف، مهم جدا يكون معك مي بزيادة، لانه بكون هون الجو حامي جدا. بما انه احنا باوطى منطقة بالعالم، منطقة اريحة، واللهم صل على سيدنا محمد. طاقية ضروري جدا يكون معك طاقية. اهم شي مي. طبعا بوت رياضة، مهم جدا يكون معك بوت كويس للمسارات، يعني معدات خفيفة، يكون معك شغلتك كلها تمر، خيارة، موز، اشي مثل هيك. ان شاء الله بس نفوت بالجبل جوا ونرجع لكم اخواني. طبعا احنا اخواني تقريبا بعد المشي اللي مشيناه ما يقارب ال 500 متر، ان شاء الله قربنا نفوت بين جبال، احنا والشباب والحبايب. ليش حاطين اشارات كمان على هون فتتنا ان شاء الله بين المسار، بداية المسار اخواني. طبعا بنمشي على العلامات هدول، اللي هو عندنا ابيض، والازرق اللي هو المي، والابيض اللي هو مسارنا ان شاء الله. سبحان الله، جبال منحوتة ناحية من المي. طبعا منسوب المياه هون يا جماعة مثل ما انتم ملاحظين بيكون عالي جدا، يعني حتى هي كاين في مي، الارض ملبطة شوي طينة. هذا المسار اذا كان في هون مطر وفي فيضان صعب انك تفوت وتدخل عليه. لهيك اخواني كمان مرة مهم جدا قبل ما تيجي هذا المسار تفحص النشرة الجوية، احوال الطقس، اللي تكون انت متأكد وواثق. اذا جبت معك اولادك، اهلك، زوجتك، اخوانك، اصحابك. مسار مناسب لجميع الاعمار اخواني، مسار مش تعب، سهل مثل ما انتم شايفين، بس بده الواحد يكون حذر. وهم يجيبوا مي وجعلنا من الماء كل شيء حي. ابو طارق منور. شوف سبحان الله، شوف ابو طارق، الله ولا بخوف ولا اشي يا زلمه.
ابو فيصل الغالي هلا نور. هلا والله. هلا بعيونك يا غالي. كيف شايف للمسار ابو فيصل؟ احنا ببداية المسار على فكرة. مسار حلو مش صعب سهل. هذول الاحجار طلع انت الحجار هاي. بحر الميت حطوا لها. انو بحر الميت يا زلمه. هلا بس شباب ديروا بالكم شوي الحجار تتزحلقوا. لقدام لقدام احنا مش بعاد كثير قربنا. يلا يا حبايبي يلا. بس اجواء حقيقيه. اجواء ايش يا اخي ابو طارق؟ اجواء حقيقيه. هلا ابو طارق دير بالك عم فيصل ده راجع 7 كيلو ناقص. يعني جانب شايفين كيف في ماي. نعم ناعم جدا. هاي الحياة الطبرية البحر الميت. شايفين اخواني المسار عادي مش متعب كتير سهل. منه بتحرك جسمك بتحرك اجريك عضلاتك. هلا بالشباب. هلا اشربوا مي يا حبايبي. احنا وصلنا تقريبا سهل المسار سهل. بقول لك والله سهل. سهل المسار. انت شايفه صعب ابو طارق؟ لهلا لا. اكيد لهلا لا. صيري يا ارجع. بس احنا هلا بدنا نبلش بالمغامره ابو طارق. المغامره لسه ما بلشت. بدك تبلش بالمخابرات؟ من المغامره مغامره المسار هذا. سكر لي يا قلبك عشان عندي برستيج. يا الله ان شاء الله يكون ما يحتاج انه ننزل في الماء. بدنا ندير بالنا. ايه حبايبي. بدك تتسلق. للاسف بدنا نحاول ايش بتفوتوا في الماء عادي. انت بطلع يا بابا امسك ثواني شوي بدي احاول انه نلاقي طريق مختصرة. طبعا بدناش تتزحلق. لا طبري بتتزحلق هيك بدك تدير بالك. هلا انا عندي اقتراح ثاني طبري. ثواني شوي. ثواني اذا طلعنا هيك بننزل من فوق. يعني اذا اجينا هيك من هون هيك اشوف. هذا الحجار بزحلق وبرضه مش معقول. انتوا صعب عليكم انتقال يا عمي. انا ما بدي المسار هون واقف لانه احنا وصلنا تقريبا السلالم. عشت. هات الادمين. ابو فيصل طلع لي انا بدي اعطيكم حل. دقيقة ابو فيصل اعطيني شوي اعطيك الحل. ابو فيصل بديش تتزحلق. طول لي بالك. ابو فيصل كفو والله انك كفو. هلا طلع على ابو فيصل لحظة خليك هون عشان اجي تفيدك ولا بصير. هلا انا بدي احط اجري هيك. ايوه هات ايدك خلص. كفو. طبعا اعطيني الكاميرا. عشت. ارمي. كفو بس صار راح تنزلوا بالمي على فكرة. اسمع عادي لو نزلنا بالمي. لا بنشلح هاي عادي. شنو نسوي؟ هاي بس هاي شايف المي. ارفعوا عن اجريكم شوي. واحدة
يعني صرنا ماشيين حرام. وين هي الجهه الثانيه؟ هيا هون نطلع هيك. امسك. انا بدي اعطيكم حل، انا بدي اعطيكم حل. امسكوا شوي، امسكوا شوي. شو بنسوي؟ بنشتح بواتنا، بنرفع لفوق، بنمشي في الماء، بنعود نلبسهم. شو رايك؟ ابو فيصل. لا ابو فيصل بالشطاره. لا اسمع ابو فيصل، يدير بالك في مجال انه الواحد يطلع. الشطاره هلا زحاليق كلها. شوف لي شو الوضع عندك ابو فيصل. طيب يا زلمه اركيه. ايوه ادفع دفعي، انا قادر ادفع حالي. خلصت. شوف لي اياها من فوق، في مجال تمرق؟ ما بتمشي وشوف بدك. لا امشي روح غوت شوف في مجال ولا لا. كيف بدك تنزل ابو فيصل؟ لانه اذا مشينا من هون احنا ابو فيصل، تعالوا من هون. اذا طلعنا من هون احتمال يكون فيش عندك نزله هناك يا معلم. لا في نزله تمام صغيره. والله بتنزلنا تحت؟ تحت نولنا. تعال من هون. من وين؟ بدك تيجي. من هون؟ وين هون؟ بعيده. هناك احسن لك. هاي يا زلمه مالك؟ لا بعيده. كيف هيها؟ هاي وراك الدعسه. وين هالدعسه؟ مش شايف دعسات انا. امسك شوي ابو طارق. امسك شوي ابو طارق. اعطيني امرق انا. اعطيني. هات الكاميرا ابو طارق. شايف كيف من هون اسعار؟ ابو فيصل انت طلعت هواك مش راح يطلع. خليه تحت. ايدك يلا. عاش. ايوه يلا السلام عليكم. لا اكيد بدك تطلع من عندك. من غاد احسن لك. طبري من هناك اسهل. طبري. تعال نتساعد انا وياك وابو. في كمان مي رح يلاقينا في وجهه. هلا اسمع مش رح نرجع من هون. لا هلا في له رح يلاقينا مي غان. بعرف ايش؟ انا دائما كنت باجي ما يكون في مي. طبري من هون احسن. يلا من هون عند ابو. لا بشدك هيك. هاي هذا فيه. ايوه احلى شباب. اطلع حط ايدك. هات ايدك ابو فيصل. صح. ولك رد علي. طبري انت بزحلق بقولك انا بزحلق. حساب انا كونفو مش بس كونفو. اقول لك اسحب استنى. يلا قول يا رب. استنى، قول يا استنى، رب. استنى. لا امسك في شيء. قول يا رب. قول يا رب ايدك. طبري اعطيني ايدك. عشت. والله يا عمي معاي زلام. اشهد. شفت النزله انت؟ اشهد. وين مالك اسم الله عليك. احملوا المي. حطوا المي بجيبكم. ما شربتش لسه. يلا انا اللي ما شربتش اعطيني اياه. اوعك حدا يتزحلق هلا مش وقته. وين انيتك انت؟ اي يلا روح حبايبي ديروا بالكم. متأكد انه في نزلة؟ ذهب. هلا وصلنا السلالم احنا. ممتاز. بلا نفس يا زلمه تكل. يلا خذوا نفس. احنا وصلنا السلالم بدنا نطلع فوق. هاي وين الناس هاي قاعدة؟ شايف في هناك اشارة حمراء شايفها؟ هاي الاشارة بتلقط منها نت. ولا حالة هذا ولا مقطوعة؟ لا معاها ناس. هون تسحسل. راح السلالم كيف زايدة. يا الله. طلع شام احلام السلالم. اسمع مسار والله حلو مشوق. حبيبي يا طبري نور لايك. يلا بنشوفكم جماعة. بس نبلش ان شاء الله نطلع السلالم هاي بنرجع. اخواني رجعنا معاكم وان شاء الله بدنا نطلع هاي السلالم. كملنا خلاص. طبري انت اول واحد. يلا قول يا رب. ابو فيصل انت بعدي. شوي اسمع بتقدر ترتاح ما تحط كل طولك. الف نور. راح اما الحية كيف تمشي. وصلتك. يلا قول يا رب. ايوه عيش المغامرة. يلا ابو فيصل ورا روح قول يا رب. احلى طبري منور. ايوه سلطان. يلا ابو فيصل. هاي السنه شوي. لسه بدير بالك شوي. هلا انا بدي حدا يستناني عشان ياخذ مني الكاميرا. ايه ابو فيصل المرحلة الثانية عندك فوق بتستريح تقدر تريح اجريك بتوقف عندك بتستناني تمام؟ طبري كلش تمام؟ ارتاح عندك. ما يطلعش تحت بس. لا بخافش
اطلع لفوق ابو فيصل. اطلع ريح. ايوه اقلب حالك بالعكس. استناني عندك. تقدر تاخذ مني الكاميرا لاوصلك؟ لاني انا بدي اطلع بايد واحدة. يا الله يا رب يا رب يا الله. يا رب. فيصل تقدر تاخذها مني؟ او ثواني. خليك خلص. خليك روح ابو فيصل. روح يا رب. زي ما وانا مغمض بطلعها. يا الله. اطلع اخوي اطلع. يا رب. ابو فيصل لا اطلع لفوق. تقدر تطلع تكمل؟ ترى انتهت. اعطيني. خذ. اعطيه خليه يصورنا. تمام. ما تركن ضلك مسك الحديدة، لو اخر حديدة خليك مسكها. طارق الواحد بتطلع تحت اسمع بدوخ. بس حتى لو امسك اخر حديدة برضه تركنش انه تسحب. كلش تمام. ايش يا شباب؟ ظبط الشاشة. لا خلص كلش تمام. في حبال يا معلم. في حبال. هلا في كمان درج. هلا بدي انزل. درج هذا طويل. في كمان. لا اصغر من هذا شوي يعني تقريبا هيك وهيك. بدك ترتاح انت فيصل؟ ارتاحوا حبيبي ارتاحوا. نصوركم من هون من فوق نطلع. شايف حاول تلقط هون. هاي فيها الحمراء SOS هون يا جماعة يا اخواني. المنطقة اللي احنا متواجدين فيها هاي هون استراحة. طبعا المنطقة مثل ما حكيت لكم بداية الفيديو الارسال مش ضعيف. بروح كليا بنقطع كليا من تلفونك من جهازك. فبعد الحادثة الأليمة اللي صارت بهاي المنطقة وضعوا. ثواني اقلب لكم عليها. ثواني يا جماعة. يا الله. شايفين اخواني؟ هاي اذا انتم شايفينهم ملاحظين SOS يعني انقاذ. فوضعوا هاي العلامة. طبعا هون تلفونك بيلقط واي فاي وبتقدر لا سمح الله اذا صار معك اي حادث اي طارئ اي شغلة تقدر تتواصل مع الطوارئ وبتجيك فرقة انقاذ ان شاء الله. ما بصير معاكم اي مكروه. احنا ان شاء الله تكملة مسارنا من هون على الدرج هذا بدنا نطلع هيك فوق ونكمل فوق. نشوفكم كمان وين. هلا ان شاء الله راح نبلش. لا شنو ما بضايقك. تقدر تطلع عادي على الدرج. يلا انا ببلش اطلع. بصوركم من فوق. يا الله. يا الله يا رب يا الله. شذا قاموا شكرا. كيف لحظت كيف طبعا اخواني مثل ما انتم شايفين في متسلقين. الحبال بتسلقوا بنزلوا على الحبال. طبعا هو في سلالم. في ناس هوايتها تسلق.
شاء الله نكمل مصرنا من هون بس يطلعوا الشباب. كابايم تسألوا انت. الله حيو طبري. شوي 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 شوي. كفو كفو كفو. والله تمسح امهم للكيلو ونص. صجية قلت لي. ايدك ايدك طبري. الله حيو الله حيو. يلا اخوي فيصل. الله حيو ابو فيصل. ابو فيصل السبع. هذا هو من هذيك. هذه قهوة هذيك أصعب واحدة. خلاص هذه آخر واحدة يضل عندنا درجة صغيرة وهذا انا هو. بضحك علينا. لا والله. امسك كويس أبو فيصل. مسك الحديد تتركوش للآخر. عشت عشت عشت. أحلى الشباب يلا. اسمع طلع محلى هشام كيف هيك صار سهل هلا. طلع على المصدر ما أحلى. يلا تعالوا. يلا احلى شباب. بس اجواء حقيقية. طلعت تكون ماشي بين سبحان الله وجعلنا الجبال اوتادا. شايفين اخواني هذه اخر درجتين هلا. هذول اخر درجتين. صعبة لا تعرف انها اسهل من هيك. يا برجع يا بطلعش. انا برجع. صعب صح؟ ابو هذا هو هلا المسار. صور الدرجات عشان يسدوا. يلا هاي نهاية الدرجات. هاي الدرجات يا جماعة شايفين الدرجات؟ هذا اصعب مرحله. اصعب مرحلة. انا هذاك اسهل المسار خلص. انا بدي ارجع على فيصل. على فكرة بحب افاجئكم بس تطلعوا لهون. يلا حبايبي يلا قولوا يا رب قولوا يا رب. يلا ممشيين. صور هيك صور الله كان تيجي مي. كل هذا مي. اذا بتيجي مي هون يعطيك العافية اذا صار فيضانات. انا واقف هون كنت احكي. هايهم اخر درجات. والله العظيم اخر درجات قسما بالله العظيم. والله اخر درجات مالكم شباب. لا والله اخر درجات وفي استراحة فوق حلوة قاعدة حلوة. من درجة ابو سلطان ليش؟ يلا والله اخر درجة وحياة الله. ايش بتسوي؟ صعبة. وهي صعبة. قولوا يا رب يلا. قولوا يا رب اطلع طبري. شكلها المي هاي من هون طلع الماي من وين؟ الماي من هون. هذه الحجر اللي بيفسخ فيه. يفسخ. عليها تفسخ فينا. قول يا رب. دير بالك اصعب وحدة هاي. شو اصعب واحدة؟ ورجينا بطولاتك طبري. عشت. قول الله بتوصل يلا قول. طبري على اليمين على اليمين على اليمين عشان نستاخذ لنا هيك راحة. ما سلم يا زلمة. لا يا فيش ولا سلة على مسؤوليتي انا خلاص. ايش هذا الحدايد؟ فيش انا وحدادس انا امشي. حداد التصليق. برجع عادي برجع. امشي يا زلمه مالكو. ابو فيصل اللي غطي من وراه يا فضحتنا. زلمه خليها تفيدك. معقولة؟ احلى شباب. هلا دير بالك تتزحلق عندك. ايوه واقف عندك عشان تاخذ مني الكاميرا. اطلع لحالك. لون اخواني نعاود نرجع لكم بس نطلع الدرجات هدول احلى. رجعنا لكم اخواني وحبايبي ومتابعيني الاعزاء. معنا اخونا احمد الطبري احلى عالم. استوينا. اخونا ابو فيصل عميري شاركوني اليوم في هذا المسار الحلو الجميل. طبعا اخواني كمان مره تنسوناش من الاشتراك لايك. ايوه ايش كمان؟ لايك سبسكرايب شير. وشو اهم شيء سووه؟ متابعة. متابعه اشتركوا بالقناه. عشت. شو اسم القناه؟ طششني مع معتز. فششني وفششني. هلا الطريق تفتح. صورت يا حبايبي يلا. والله اسمع المسار حلو والله ما هو صعب.
عدت شو يا زلمه؟ اني انت المي اللي بايدك. لبس سبورت. لا منيح لبسنا وعيني لبس صح انا. امشي يا زلمه. بس هذا حجر صغير. شوف جميل انت الحلو. يلا حبيبي أقبل الليل علينا اليوم غني لك ترتيل الغرام الغرام. تقريبا احنا اخواني واصدقائي بنهاية المسار. طبعا المسار هذا اكثر من 20 كيلو متر. بدايته من محسوم زعيم، اسمه محسوم او اذا بتقولوا محسوم زعيم مكتوب هناك وادي اورب. من هناك ببلش، بس بدك ايه بدك مسافه. تقريبا احنا عملنا المسار الاسهل يعني، او مش الاسهل، الوسط في نهايه المسار طبعا. طبعا اخواني المسار هذا برضه بنفع اذا معك جيبات 4x4، مش سيارة عادية، جيب 4x4 تويوتا سوزو بنفع برضه. تيجي هون بورجيكم بصوركم كمان شوي. طبعا مش محل ما احنا متواجدين في مسار خصوصي للجيبات. كمان معك بسكليت اذا انت رياضي تحب رياضة البسكليتات. يعني المسار مشكل من كل شيء. بدك تمشي، بدك تيجي بسيارة بجيب اذا معك جيب، بس بدك تكون حذر. طبعا احنا بما انه احنا بموسم الشتاء، كمان مرة اخواني تحذير، انتبهوا على حالة الطقس اللي ما يكون في شتاء ومطر، يكون في فيضانات، اللي زي ما انتم منتبهين وشايفين الارض كيف. واحنا تقريبا بنهاية المسار يعني باخره، ضل تقريبا نمشي 3 دقايق ونطلع من هاي الجبال وبنلف وبنرجع مع منطلقنا. الحلو بالمسار انه المسار دائري، يعني ما بدك تروح وتعاود ترجع، المسار دائري. يعني محل ما نزلنا بتلف من حوالين الجبال وبترجع. هذا حلاوة المسار. شو وضعكم شباب؟ حاولوا تشربوش المي اللي معاكم راح تحتاجوها فوق. انا بقول افسكه لقدام، الاستراحه لقدام شباب. بس خطوتين بس خطوتين وبنستريح. طبعا بتمنى انه يكون الصوت واضح اخواني. ما عندي ميكروفون على الكاميرا، انا الكاميرا اللي معي الجو برو ال11. بدي اغلبكم بتعليقاتكم، تضيفوا لي كيف تصويرها وكيف الاداء الفيديو. ان شاء الله شوي شوي بنتطور، نجيب لابتوب، نجيب كمان كاميرا تصوير، ونجيب درون لنصير نصور لكم المسارات هاي من الجو هيك مثل الحمام. بنشوفكم ان شاء الله اخواني بس نطلع المسار فوق. ان شاء الله بنطلع نلف من هون، نلف ونطلع فوق على الجبل هذا فوق وبصور لكم من فوق اخواني. عدنا معاكم اخواني نهاية المسار. طبعا احنا بالوادي لسه ما طلعنا من المسار. الله
استنى فركة سليمان وجاي اعظم. هذا اللي انا كمان ما حسبتش حسابه. ايه اخر شيء وصلنا طلعنا. الله حيهم الشباب. يلا بنشوفكم فوق يا جماعه بنهايه المسار. سبحان الله. فوت. مش تيجي على الغارة معايا؟ اطلع. لا يا زلمه شو نخاف احنا بنخاف من المغاير ابو طارق. ما احلى المنظر اخواني. للاسف بطاريه بدها تطفي. ما إن حظ. بدي اخلي معي شويه بطاريه عشان اورجيكم نهايه المسار. وتقريبا قربنا نخلص ونطلع من هون. يعني دقيقتين بنكون طالعين من الجبل من الواد. ان شاء الله بدي اورجيكم بس نطلع فوق الجبل نهايته. انا كنت حابب اورجيكم كيف نطلع من الجبل من نهايه الجبل. بس البطاريه للاسف عم بدها تفضى. مع اني شحنتها فل مش عارف ليش هيك. لازم جبت معي باور بانك. سبحان الله. اخواني اللي جاء على هذا المسار خبرنا. تقريبا احنا قربنا من المسار. طبعا اخواني اعزائي المشاهدين والمتابعين، احنا هون بنهاية المسار السفلي من وادي اوغ. مثل ما انتم مشاهدين العلامة بتعطي لفوق وعلامة بتعطي هيك. احنا راح نطلع من هون هيك مسارنا رجوعنا من هون، وبنرجع ان شاء الله لموقف السيارات نحن ما صفينا سيارتنا. طبعا هون اخواني مثل ما انا حكيت لكم في اكثر من مسار. هون مسار مركبات الدفع الرباعي يجي من هون. شايفين هيك الشارع هذا بيجي سيارات الدفع الرباعي من فوق، بيجوا هيك بينزلوا اخواني، وبيطلع من هون مركبات الدفع الرباعي وبيطلعوا على جبال فوق. بقول لك فيصل هذا صغير ممر. طبعا هون نهاية المسار الدائري خروج إلى كبوت الموغ. بنشوفكم فوق اخواني بس نطلع ان شاء الله على الجبل فوق محل ما صفينا السيارة. بنشوفكم من فوق. يعطيكم الف عافية اخواني. احنا تقريبا طلعنا كل الطلوع ونهينا المسار السفلي من وادي اوغ. وصلنا هون نهايته. رفقتكم السلامة. طبعا من هون اخواني بنرجع على السيارة. ولا هنا اخواني واعزائي ومتابعيني ننهي معكم هذا المسار الجميل الرائع من وادي اوغ. ما تنسونا اخواني من الاشتراك بالقناة والمتابعة ومتابعتي على صفحتي التيك توك هنا فلسطين، وبقناتي على اليوتيوب طششني مع معتز. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.